جميل قوي الاغنيه ده قوي. يلا هوب خير قلت لها اشرب شاي تشرب ايه؟ يلا يا دكتور امي لسه يلا شاي. عيب. بمناسبة الشاي، في حاجة كده غريبة كده بلاقيها في صحابي او يعني الناس اعرفهم، تلاقي ناس تمسك لك كوباية الشاي كده وعاملة الصباع ده كده، فاهم؟ عمودي كده يعني. هو ايه ده؟ ليه يعني الصباع ده؟ يعني هو مثلا مش هيتلسع ودول هيتلسعوا من الصخام؟ مش فاهم انا في ايه. لا ولا في ناس بقى تانية تشرب لك الشاي بطريقة مقرفة قوي، اللي هو تلاقيه بس ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ انت بتحارب؟ سورت ودني يا عم، سورتني يا عم. وتلاقي مثلا ايه، ناس تانية بقى دي بجد اللي غريبة قوي، بتندغ الشاي، تلاقيه ياخد لك بق الشاي كده انت بتندغه. بتندغ الشاي يا عم اللي انت بتعمله ده وبتاع. ولا مثلا عندنا مثلا صاحب ابويا ده راجل طيب قوي، عم فتحي ده راجل كبير كده راجل طيب قوي، بيجي فابويا يقول لي يا محمد اعمل له كوبايه شاي عشان انا يعني بظبط الشاي يعني. فاعمل له الشاي بعد كده اقول له يا عم فتحي ايه رايك في الشاي؟ يقول لي والله اه يا عم فتحي يعني الشاي عجبك ولا ما عجبكش؟ يقول لي والله هو ايدي يا عم فتحي، انت مش شايفني دلوقتي؟ قول لي ايه دي؟ انا بتكسف اقول لك في وشك كده ونضيف عندنا. رد بقى عليا. انا السؤال بس، انا مش انا قايل لك اه اتفضل. قهوه؟ قهوه ولا شاي؟ لا، قايل لك قهوه. انت ايه اللي عملته؟ تبقى عمال ترقص وعمال ترقص على الشاي. انت مش قايل لي هنتكلم عن فوائد الشاي؟ طب ما قايل له يا عادي، ده ولاد عم جماعه يعني. سلسله حلقات خسسني شكرا اللي احنا بنعملها ده، شكرا لتوحه وشكرا للدكتور عصام، صح كده؟ صح. قايل له هنتكلم عن القهوه، والناس اللي كل شويه تسالنا عن القهوه هو القهوه والشاي او ولاد عم التخسيس يا بالقهوه. دكتور. نمشيها القهوه والشاي، ماشي يا عم، ماشي. اسكت بقى ما ترقصش دلوقتي. طيب ماشي. يا جماعه الناس عماله تسال عن اه معايا اهدى بقى. معلقه معايا اول اغنيه والله. القهوه والتخسيس بالقهوه. تخيلوا القهوه العاديه بتاعتنا دي، القهوه التركي دي العاديه خالص، التخسيس بالقهوه. احنا المشترك بينها وبين الشاي ان فيها كافيين. تمام. اول حاجه تركيبه القهوه، لازم نبقى عارفين تركيبه القهوه ايه. فيها 4 مواد مهمه جدا جدا جدا. اولا الكافيين المهم جدا للحرق وبيزود الميتابوليك ريت والسايوفيلين والسايوبرومين والكولينرجيك اسيد، اللي هو مهم جدا 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 ان هو بيمنع امتصاص الكربوهيدرات. تخيلوا القهوه دي فيها ماده بتمنع امتصاص الكربوهيدرات. ناهيكوا بقى عن الكافيين، واحنا كنا قايلين قبل كده لو فاكرين في فيديوهاتنا بتاعت التخسيس ان شرب القهوه بيعمل حاجتين مهمين جدا: سد الشهيه، وبيزود الحرق والميتابوليك ريت والايض يعني بقوه جدا، حتى لو بدون مجهود، حتى لو انت قاعد ولا وانت نايم القهوه بتساعدك. ياه. طب احنا كده قلنا القهوه تركيبتها وبتعمل ايه. طب نستعملها ازاي بقى؟ اولا هنستعملها بدون سكر، بحط تحتها مليون خط، بدون سكر. ولو لسه بادئين الموضوع ده يبقى يعني معلقه سكر او نص، وبعدين نخليها نص معلقه، وبعد كده ايه نوصل من غير سكر، او سكر دايت اللي هو ايه اللي من مصدر طبيعي بقى، مثلا الاستيفيا او اللي احنا قلنا عليه السويتال اللي هو من سكر الذره والكلام ده. خلاص متفقين؟ القهوه بدون سكر. طب ايه النظام اللي هنستعمله بيه عشان نخس؟ احنا دلوقتي مثلا صحينا الصبح الساعه 8 صح كده؟ صح. مش هنشرب قهوه، تخيلوا. انت بعتنا. لا هنفطر بنص رغيف. ده انا بتكلم عن الناس اللي هتمشي بالنظام ده، لكن في انظمه كتير احنا متابعينها، واللي عاوز على حسب كل واحد واحتياجه او اللي يبدا بيه. هنصحى الصبح نص رغيف مع بيضايه بقى، مع شويه فول، كام معلقتين فول ولا حاجه والكلام ده، يبقى كده فطرنا. طب وبعدين فين القهوه؟ متخيلين؟ لسه. وليه مشرب؟ هنجاوب على الاسئله دي. يبقى كده الفطار نشرب قهوتنا الساعه 2. تخيلوا نشرب فنجان القهوه بتاعنا الساعه 2 بدون سكر، نشربه زي الفل قوي، هيحسسنا بالشبع وعمال يحرق. طب وبعدين يجي الغدا، ناكل غدانا العادي بس نص بطن، هنقلل الغدا نص بطن ونحاول نقلل النشويات شويه. الله. طب والقهوه الثانيه الساعه كام؟ تخيلوا القهوه الثانيه الساعه كام؟ الساعه يعني احنا كده اتغدينا الساعه 5 6 صح كده؟ نشرب القهوه بتاعتنا بعديها كده بساعتين ونص 3 على الساعه 8 مثلا. ده فنجان القهوه الثاني اللي هو بدون سكر. كده خلاص كده. يبقى هو الفكره ان الفطار هيبقى نص رغيف والغدا نص بطن وفنجانين القهوه في المعادن اللي انا قلت عليهم ده. طيب الناس ليه بتقول لي ليه ما شربتش القهوه على الريق؟ لان اولا على الريق ممكن يعني تعمل مشاكل في المعده واللي عندهم مشاكل كمان في المعده هيبقى عرضه للمشاكل اكتر يعني، فمش عاوزين يشربها على الريق على معده فاضيه، لا بلاش يعني عشان المشاكل دي. طب ليه مش قبل الفطار؟
يعني لو انت مش بتاش على الريق، طب ليه مش قبل الفطار؟ ما احنا قلنا ان هي بتسد الشهيه، فاحنا عاوزين في الرجيم ده او النظام اللي احنا هنتبعه ده عاوزين نفطر، عشان الفطار ده هو اللي مفيد جدا في الفتره دي، ان هو يزود لك الحرق وطبعا احنا فاطرين قليل فيساعدنا في الحرق الكلام ده، فلازم نفطر طالما احنا هناكل وجبتين بس اللي هو الفطار والغدا، مفيش عشاء. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتم بصحه وسعاده، وهتخسوا جامد وهتجيب نتائج هايله جدا فوق ما تتخيلوا. السلام عليكم ورحمه الله.